حتى تتزوجي تاني انت حلوه. لا خلاص بقى، كنت نتزوج زمان وانا صغيره لسه. جواز دلوقتي بعد الواحد مشاه بيودوا لكم اذا الكتاب. كان انت كنت لسه عماله تقولي لهم اتجوزوا مره واثنين وثلاثه وعيشوا، يعني انت بتديهم طاقه ايجابيه وبعدين تسحبيها تاني. ايوه انا بديهم طاقه ايجابيه لكن ما نديش لنفسي انا. رحم امرئ عارفه قدر نفسه. انا مش قد موضوع الجواز ده يا جماعه. لو اتجوزت وصلحت حياتي حياه ناس ياما حبوه. حياه مين اللي حبوه؟ انا ست مسؤوله عن اشخاص. الجواز يعني لهو بقى. واحده لما بتتجوز بتتلهى في جوزها، عايزه ترضيه، خلاص بتتغير شكليا وموضوعيا. ما ينفعش. شكليا وموضوعيا؟ انت بقيتي ايه ده؟ انت بتتفلسفي، بقيتي فيلسوفه. انا اصلا ما كنتش نعرف نشغلها لكن عرفت. يا براهولا اوعى تروح تشغلها تاني، ودنك هتطلع في ايدك. بس اسكت. صح يا جماعه؟ معايا انتوا ولا مش معايا؟ هي ودني لما نتكلم كده. يعني ادام في ناس مسؤوله مني يبقى انا لازم نضحي. فهمتوا؟ تعالى يا براهولا هنا يا يبقى براهولا. نتجوز في الجنه بقى ان شاء الله. شوربه في الدنيا. اللي ناقصه حاجه في الدنيا وتحرم منها ياخدها في الجنه ان شاء الله باذن الله. ما الحياه مش جهجهون كده وخلاص يا جماعه. كل انسان ليه زنقه. ليه زنقه ازاي يعني؟ كل انسان ليه زنقه؟ يعني اللي اتزنق في الدنيا والدنيا ضيقت عليه هيجيله ساعه ويتحقق كل امانيه. طب ام ابراهيم كده يعني. ندخل نلعب حبه كمان. هنصوت يا براهولا ما تضايقش خلقي. لا هندخل بس. لا 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 لا. انا طب انا هروح. لا يا براهولا لا. طب انا هروح. غلط عليك. لا انا خليه يا ستي يروح بقى. تختم قلتولناش بقى. انت هتصدقينا ليه؟ نخاف عليه المكنه تعمله. يا ستي تعملوا ايه بقى؟ ولا تعملوا ولا تنيلوا؟ طب انا اقول لك حاجه. جو خلاص اقعد سهل. انا هروح. ماشي روح. انا هنلعب عليها. تعال غني لنا اغنيه طيب. نقول ايه؟ غني اي اغنيه. اي اغنيه من تاليفك حلوه كده يلا. مش عارف. يلا يا هطه بالله عليك. مش عارف والله. زليخه؟ مين زليخه دي؟ غني يا ام ابراهيم. نغني يا ام ابراهيم. صوتك وحش يا ام ابراهيم وضلنا اتخرمت يا ام ابراهيم. غني يا ام ابراهيم. اخي عليك يا ام ابراهيم. الله يلعنك يا ام ابراهيم. عايزين مني بحبكم وانا كمان يا جماعه. بحبك وانا كمان. بحبك وانا كمان. ايوه يا قلبي اهدى واستنى. هو ده صوته، هي دي الرني، هو ده اسمه، هو ده مش عارفه هو ده طلبات الطوب. هي دي الرنه والله. رنه. ايوه يا حبيبي بحبك قوي. كنت فين وبعدت ليه عني؟ فاكرين يا جماعه؟ كنا لسه صبايا بقى ايام الاغنيه دي. كنا لسه صغار. يا ابن يا بارد يا اللي ما عندكش دم. فاكرين هي؟ كنت فاكر البعد هين، كنت فاكر اني نسيت حضنك القاسي الحنين بس في الاخر لقيت ان عمري ما حد راسي احلى ايام الغباء واللي باقي يبقى بني. ارحب ام ابراهيم. متى تجين الكويت؟ ان شاء الله قريبا. ابعتوا لي التذكره بس. بصوا اللي عايز الجن يحضره ماشي. اقطعوا لي التذكره وقولوا لي تعالي وانا هنطلع في الطياره هناك. ننزل في المطار هنمتلك هناك. ما عادش حد يعرف يرجعني هنا تاني. لا يا شيخه دي مصر ام الدنيا. مصر بحبها ولا بي واللي مساها اكلوا بسناني وانت
غازيه بعيد، هتشتغلي غازيه في اللايف يعني هنا؟ ما اناش فاهمه، يعني انت عايزه تعرضي الموهبه يعني هنا ولا ايه الدنيا بالظبط؟ كل واحد عارف نفسه، كل واحد عارف هو عامل ايه، كل واحد عارف نفسه بجد، مش كلام كده وخلاص. خلي بالك ابراهيم انا بحبك جو حبايبي، حبيتكم الدنيا يا جماعه. انا على ابو ابراهيم، لا 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 من ليبيا وبحبك. حبايبي يا جماعه، ليبيا واهلنا. انتوا عارفين ان اغنيه طبيب جراح دي اكتر اغنيه لايقه علينا بجد؟ ايه والله، يطيبوا خاطر العالم ومش لاقيين اللي يطيب خاطرنا. كده كفايه، كفايه خالص. كده كفايه. انا مش شايفك يا، مش شايفك وحبيتها. فين براهما براهما؟ تعالى يا اولاد اقعد هنا. شايفك خلاص بجد انا زي اي حاجه مش هنسى نفسي. الله الله على الحد ده لما يتحط، لما تكون اتهز انا وتحط زي حد. اي حاجه، بيبقى احساس راحه كده، يجي لك ينزل عليك من السما كده. خلاص بقى انت حاولت كذا مره مش حاطط الحد. ايه ده تجريح مجروحه والله، ابراهيم غلبان. لا 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 انا مش مجروح انا. ابراهيم غلبان خالص. انا نجرح ما نجرحش. عمركم حد اتنمر عليكم في المدرسه؟ لا، احنا اللي كنا بنتنمروا على العيال واحنا صغيرين. كنا عندنا ترياقة كل العيال. جماعه انتوا عارفين انا ومسلم كنا بنعمله ايه؟ العيال كانت بتخاف مننا هناك. العيال كانت بتخاف مننا، يعملونا احنا فتح حساب. بالنسبه لهم زي الزومبي كده. اول ما نيجوا تريقوا علينا. معروف كنا بتوع مشاكل، اللي هو ايه، ما يخشوا المدرسه نعملوا مشاكل. احنا اللي كنا بنخلقوا الترياقة. مره عيل ضرب مسلم، عيل صغنون كده ضرب مسلم جه قال لي الحاج ضربني، انا كنت اخته الكبيره بقى، كنت اطول منه كده. فاكر يا مسلم؟ أيوة خدت طبعا. الشنطه ورحت داخله ونازله يا جماعه من الدور السادس بقى ايه، اخداني الاكشن بقى كاني بنمثل فيلم، نازله جاري واخده مسلم في ايدي ورحت جايه بقى على الفصل بتاع مسلم. هو ده الفصل. قول يا مسلم. باب برجلي. رحت رافصه. والله العظيم كان عندي ايه، رحت ديب رافصه الباب برجلي. فين الولا؟ يلا هات يلا. اول ما دخلت الولا لمحني. كان بيعمل ايه يا مسلم؟ قال لك انت عايز ايه في ايه؟ لا وانا جايه امسكه كان بيعمل ايه؟ كان بيقول سيبي كده واحد كده. وكان بيجري ينط على أيوة. ينط على التخت كده ويجري.
ليه؟ كان بيطار. حصل بس ربطهولك صح ولا لا؟ ايوه دي كانت عالجة سخنة. ايوه يا ابو وديع، ودي ودي يا غالي. طب وديع. اذهب النعمة، وكان لازم عشان اسكت اشوفها رافضة تسمعني. الله شوف دماغي تمنعني. الله اشوفها رافضة تسمعني. لو كنت عارف كل ده ما كنتش هتقلب كده. بس بيني وبينكم انا كنت عارف، كنت حاسس. اصل انا يا جماعه من النوع اللي عندي الحاسه السادسه، بتشم على ظهر ايدي، اعرف النوايا. ما تقولوش بتعرفي النوايا ازاي، حاجه ربنا منن عليا بيها. في حد زيي عنده الحاسه السادسه ولا انا بس؟ فعلا نجمة بتحس يا جماعة. بنحس دبة النملة قبل الحاجة ما تحصل بيجي لها بنحس تنبؤ بيه. الخطر، بنحس السعادة، بنحس الغباء. الفرح، بنحس الغباء، بنحس الحب، بتحس التخلي. بنحس التخلي، بنحس بكل حاجة. مفيش حاجة ما بنحسهاش أنا. انتوا كمان في ناس عندها الحاسة السادسة زي احنا أصحاب الحاسة السادسة بنحس كل حاجة. أنا والله بجد. عارفين انتوا يا جماعة، ومن كتر إحساسكم ما بيطلع صح بقيتوا تخافوا تحسوا. عارف انت لما تبقى احساسك من كتر ما هو كل ما تحس حاجه تطلع هي، فتخاف تحس. خلاص عايز تموت احساسك ده، موت بقى خلاص. مش كل ما نحس حاجه تطلع هي. عارفين الاحساس ده احساس مفزع مخيف. نصحى نقول لمريم، نقول لك ايه، انا حاسه كذا كذا. تقول لي لا يا شيخه، نقول لها اسمعي مني، ده اللي هيحصل الفتره الجايه. تقول لي يا شيخه خلاص يا نجمه انت ليه كده، ليه بتبشري؟ حصل ولا لا؟ انا اصلا زي نجمة كده، بس نجمة غطيتني بمراحل. لا انا نمبر 1. نجمة خطيرة. انا نمبر 1. يعني انا برضو عندي احساس جامد، لكن ام رهين بتحس جامد برضو، لكن وعلى نجمة فكره خطيرة. بس انا اعلى بقى منها. احساسها والله احساس، بس الاحساس متعب. يعني في يا ساعات جماعة. نقول لها يا نجمة في تليفون هيحصل النهارده من فلان الفلاني او من فلانة الفلانية، هتتصل تقول كذا. نبصوا نلاقوا الشخص ده بيرن. نرتبوا ونردوا عليها ايه عشان ما يتفاجئوش بكلامنا. انتوا عارفين احنا عارفين كل حاجه. نقول لها ايه عشان يبقى الرد حسب اللي هيحصل. الحاسه السادسه نجمة تلاقيها بتكلمني تبص مش مصدقه نفسي. حصل